سن الجواز. ممكن نورماليز ان مفيش سن للجواز، مش للبنات بس، لكله. انا عارفه ان في ناس كتير نادت بالموضوع ده، بس انا برضو بنادي بيه. يعني انا بقيت حاسه ان المجتمع منقسم 3 اقسام. في قسم حاسس بالمسؤوليه فاتجوز واتدبس من زمان، وفي قسم لسه صغير ومتهور فكر ان هو يتهور ومش حاسب خطواته، وفي بقى ان بتوين قسم في النص اللي هو احنا كده، اللي هو جحيم الوعي عميق. اصل اللي هو عارف يتهور زي اللي اتهوروا، ولا عارف يشيل المسؤوليه زي اللي شالها واتدبس خلاص، هو قاعد كده في النص منتظر. والقسم اللي في النص ده اثناء ما هو في حيرة من امره بيلاقي المجتمع حواليه بيطالبوا بشويه متطلبات، ودايما بيسمع جمله يلا شد حيلك، حاضر يا طنط هروح اخطف عريس من الشارع واتجوز لكم عشان تفرحوا كلكم وبعد كده نتعكنن جميعا. وفي وسط ده كله فعلا بتكون حاسس ان انت عايم في ميه البطيخ، لا انت عارف تسمع كلام دول ولا تسمع كلام نفسك وتفضل في جحيم الوعي. طب والحل؟ الحل نتعايش كلنا وسط ده ونسمع من الودن دي ونطلع من الودن التانية ولا كأننا سمعنا اي حاجة، ويا اما هنفضل في جحيم الوعي او ان احنا ممكن نتهور مع القسم اللي اتهور. وما تنساش خليك عارف في ميه البطيخ.